السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد وحلقة جديدة على قناتكم قناة جو باربر الحلاقة. في هذا الفيديو ان شاء الله كان تحت الطلب، يعني هذا الفيديو نتوما طلبتوها الاخوان، سواء في اللايفات سواء في المجموعة. طلبتوا فيديو ديال تحديد الجوانب والتوردوراي. هذا الفيديو مخصص فقط للتوردوراي وتحديد جوانب على طريقة السيوفة او طريقة الفي، وكذلك التوردوراي وخلف الرأس. اذا كنت تشاهد القناه ديالي اول مره، اضغط على زر الاشتراك وضغط على زر الجرس باش توصل بكل الفيديوهات الجديده والقادمه باذن الله. والى كنت من العائله مرحبا بك. نخلي لكم رابط المجموعه ديال الواتساب اسفل الفيديو، انضموا الينا واشتركوا معنا في المجموعه وفي نشر المعرفه. ملاحظه اخرى يا اخواني، غادي نحط لكم واحد الرابط ديال واحد الاخ، هو من سوريا وكيخدم في المانيا، سميتو عمار، تا هو حلاق وعنده لاشين ديالو في اليوتيوب. قناه غادي يرجعها تعليميه، حيت كيدير دابا فيها لي فيديو العاديين يعني بالموسيقى وكذا، ولكن وعدني انه غادي يدير فيديوهات تعليميه يعني بالشرح، و تبارك الله عليه الخدمه ديالو زوينه. نتمنى ان شاء الله حتى هو تدعموه، تدخلوا تشتركوا عنده، تدخلوا تشاهدوا الفيديوهات ديالو، ما تبخلوش علينا بالدعم وباش نستمروا، وحنا مازال مستمرين معكم باذن الله. ليتس جو. كيف قلت لكم الحلقه ديال اليوم هي ديال لي توردوراي. غادي ان شاء الله نشرعوا في حلقه توردوراي. اول حاجه غادي نوريكم كيف نديروا الكاغط اللاصق اللي يجي في العنق بهذه الطريقه. كاين واحد جوج مناطق زرقاء نلصقوهم مع بعضهم، من بعد نلبسوا الكاب للكليان بهذه الطريقه. نلبسوا الكاب للكليان باش الشعر ما يدخلش ليه العنق ديالو او الرقبه ديالو. من ديك العقده اللي كنعقدوها تما للكليان، نديرو من اللور باش الشعر ينزل برا على الكرسي، ونقوموا بتدوير داك الكارت، يعني يدور يجي فوق من الكاب، فوق من العقده ديال الكاب، باش بديك الطريقه الشعر اللي غادي يطيح غادي اوتوماتيكمون يجلسي فوق الكاب، يعني ما ينزلش الكليان في العنق ديالو. وغادي نبداو في الاول التراساج ديال التوردوراي بالماكينه. نقلبوا الماكينه، نحاولوا ان الزيرو ديالها ما يكونش حاد بزاف باش ما تجرحناش الكليان. وبعد ذلك نقوموا بالتراساج الاولي، ولكن ماشي اي زبون، يعني كاين شي زبون اللي نديروا له التراساج الا كان عنده الشعر كبير، يعني بحال عنده الشعر بالجوج ولا بالواحد ونص، ولا من الاحسن نتصلوا بالماكينه عاد نديروا له بعدها الموس. ولا كان الشعر يعني غير بالزيرو ايدمي ولا بالواحد، ولا من الاحسن نديروا له بالموس ديريكت، يعني كتجينا سهله بالموس. فاش يكون الشعر شويه كبير نديروه بالماكينه، ومن بعد نطراسيوه بموس الحلاقه باش يطلع التوردوراي تكون ناضيه وتكون في الشكل ديالها زوين. وغتشوفوا نتوما دابا فاش طرسيناها بالطوندوز ان الخط ديال لا توردوراي كيجي زوين. وغالبا ما لا توردوراي يعني بالموس كنبداوها في مؤخرات الراس من الوسط ونجيو للجناب، يعني من الوسط نطراسيو داك الخط يجي هاك مستقيم، ومن بعد عاد نمشيو للجناب باش ننزلو ننزلو من الجناب يعني بالموس. تشوفوا دابا هي التوردوراي ديالنا مطراسيه بالطوندوز. دابا غادي نمشيو ان شاء الله للشفره و نطراسيو بعدا لي كوتي او الجناب كما نسميوهم حنا، نطراسيوهم بالشفره على طريقه ديال السيوفه. الناس اللي باغيين يتعلموا الطريقه ديال السيوفه فهي هذه الطريقه اللي كنستعملها انايا. ديجا هي مرسومه، غادي غير نعاود لها، ولكن حتى ما كانتش مرسومه نفس الطريقه اللي كنستعملها هنا في الرسم. كان الجانب الايمن كنبدا من التحت ونجي طالع حتى للجنب الفوق، ومن الجانب الاخر غادي تشوفوا حتى هي الطريقه اللي كنستعمل. هكذا كيف تشوفوا. بعد غادي نقوم بنمشط الشعر باش يخرج على برا، الا كانت باقيه شي شعره تخرج على برا، ونجي نازل من الفوق عاوتاني باش نجيب الخط هو هذا كيجي مريقل الخط. كانت شي شعره خارجه كيف كتشوفوا تما في ديك المنطقه راه كاين واحد الشعر خارج، انا كنحيدو دابا.
وبالنسبه للسيوفه ولا الفي، كل واحد كيف كيبغيهم، كاين اللي كيبغيهم طوال، كاين اللي يبغيهم طالعين، كاين اللي يبغيهم نازلين، كل واحد. الجانب الاخر كيف كتشوفوا كنبدا من الفوق وكنجي نازل، كنرسم الفي ديالي، كنجي نرسمها من الفوق وكنجي نازل حتى لتحت، يعني عكس ديال الجانب الايمن. الجانب الايمن كنبدا من التحت ونمشي طالع، هنا لا، العكس، كنبدا من الفوق. ودابا الا كان شي شعر باقي خارج كنحيدو بهذه الطريقه هذه، بالراس ديال تقريبا كنخدمو بالراس ديال الموس، الراس الامامي ديال الموس كيف كتشوفوا، باش كنحيدو داك بقايا الشعر اللي كتكون خارجه. حيت فاش كنكونو نضربو بالطريقه اللي ضربت فيها في الاول، راه غادي الشعر يتحيد من الجذور، ولكن يبقى الطول ديالو باقي. داكشي علاش كنمشطوه وكنوليو نقلبو الموس ونحيدو داك الشعر. ضروري نطراسو كذلك الجانب الفوق، يعني هاد لي كوطي ضروريين، ولكن على حساب طلب الزبون كذلك. اذا كان الزبون باغي ترسيلو حتى الجناب الفوق، ولا مقدمة الرأس، حنا نقولو الجبهة. شوفوا كان باقي الشعر خارج، نحيدوه بهاد الطريقة. ضروري ما خص يكونوا يتشابهوا، يعني الجانب اللي من هنا يكون يشبه، لان كاين اللي كيتقن في كل جانب كيتقن، ولكن في الاخير ما كيجيوش يتشابهوا، يعني كل جانب كيجي في شكل. لذلك خصو يركز انه يجيب الجوانب بجوج بحال بحال. ومن بعد باش فاش تراسي من ورا الودن، ضروري انك تثني الودن بهذه الطريقه باش تكمل التوردوراي ديالك، سواء بهذه الطريقه سواء بطريقه اخرى. غادي نوريها لكم في موديل اخر وفي كليان اخر، انك دير جوج صباع، يعني صباع ديرو على الودن وصباع تجبد به الشعر الفوق. والان غادي نمشيو لخياطة الراس. كيف قلت لكم غادي نبداو من الوسط كيف العاده وكيف متداول يعني عند جميع الحلاقه، اننا نبداو من الوسط ونمشيو عاد نتراسو داك الخط كامل في الوسط باش يجي مستقيم. بهذه الطريقه. ومن بعد غادي نمشيو للجانب الايمن. شوف المسكه ديال الموس اللي كنستعملها في هذا الجانب الايسر ديال الزبون، الجانب الايسر. انت كنحط الموس وكنطلع بصبعي، كنجبد الجلد ولا الشعر باش، والموس كنحطها على نفس الخط، يعني كنرسم واحد الخط وكنجي نازل معاه ديريكتومون. هانتوما كتشوف هكا كتجي. شوف الخط دابا كيف جا. دابا غادي نمشيو للجانب الاخر. الجانب الاخر غادي نخدمو بالموس عاديه. انت تشوف 120 البورتريز وهذيك الدرهم وسولها ورد عليا باش ما كانش بهذه الطريقه تشوفوا. ضروري واحد الصباع ديال اليد الاخرى كيكون كيجبد في الشعر، باش يعني العمليه تجي زوينه وتجي سهله على الحلاق. وضروري فاش كنرسمو كنرجعو مور الزبون ونشوفو الخط واش باقي شي حاجه اللي خصها تزيد تعدل. هانتوما كنرجع وغادي يبان ليا على اليسار بلي باقي واحد المنطقه، ها تكونوا لاحظتوها حتى نتوما. نعاود نخدمها ونفينيها يعني حتى هي. الآن فقط بعد الرتوش على الجانب الأيمن باش يجي يشبه الجانب الأيسر، باش يجيو متشابهين. ضروري نعمل عليه بعض الرتوشات. كذلك الطول ضروري خص يكونوا جايين بجوج، يكونوا في نفس الطول.
ومن بعد نزيلو كاع الشعر اللي جاي خارج على لا توردورا، يعني كيجي خارج على داك الخط اللي رسمنا. الا كان شي شعر باقي خارج نحيدوه. كتشوفوا كنطلع للجهه الاخرى باش ضروري نجيبهم مقادين، يعني بجوج كيكونوا يتشابهوا. الان غادي ننتقلوا لزبون اخر. كتشوفوا غادي نقوموا حتى هو ايا ما مرسوماش عنده هذا الزبون، يعني حنا اللي غادي نقوموا بالرسم ديال الجوانب بهذه الطريقه. كيف قلت لكم الطريقه اللي كنستعمل انا في الرسم، وكل واحد والطريقه ديالو يعني اللي كيرسم بها، ولكن انا هذه الطريقه اللي كنخدم بها الجوانب. يعني نبدا الفي في هذا الجانب، كنبدا من التحت ونجي طالع حتى القد اللي بغيت. من بعد ضروري عملية تمشط، انك تمشط الشعر باش يخرجوا دوك الشعر الصغير اللي يكون ما مقادش، ونجي نازل عليه عاوتاني من الفوق باش نقاد السطر ديالي، يعني يجي داك الخط يجي مريقل. من بعد عاوتاني كنقلب الموس باش تجيني سهلة من التحت، ونجي طالع عاوتاني مع داك الشعر اللي خارج. هانتوما كتشوفوا شوية ديال لافينيسيون ضرورية خص تكون. دابا قطينا فين غادي يكون الحد ديال الفي او السيوف بهذه الطريقة كيف كتشوفوا من مورا او قريب من الودن. بهذه الطريقة كنخدمو، يعني نقلبو الموس. كيف كنت شرحت لكم سابقا كاين جوج مسكات ديال الموس، كاين المسكة العادية وكاين هاد المسكة اللي خدام بها انا دابا في هاد اللقطة. دابا غادي نمشيو لاتور دوراي او من ورا الودن. هكذا كتشوفوا بهذه الطريقة. غادي نمشيو وراء الرأس كيف العادة. نبداو من الوسط نطراسيو الخط ديالنا اللي يجي تما. وليتو الدراية فيهم بزاف ديال الاشكال، يعني هنا في مؤخرة الراس كاين اللي كيبغيها مقنتة، كاين اللي يبغيها عريضة، كاين اللي يبغيها يعني ماشي عريضة، كاين اللي يبغيها دايرة. كاين كل واحد على حساب الراس ديالو ولا على حسب الطلب ديالو. وإلا ما طلبش منك الزبون يعني خصك تكون انت سيد الموقف، يعني انت تعرف شنو غادي دير له في التوردوراي ديالو على حسب الشعر ديالو، واش جاي عريض يعني في العنق ديالو ولا في الرقبة ديالو ولا ما جايش عريض. يعني من الاحسن انك ما تدخلش فيها بزاف لا توردوراي، بلا يحاول ما يدخلش فيها بزاف باش ما يعيبش الحسانة ديالو وما يعيبش العنق ديال الزبون. تشوفوا انا في الجانب ضروري بهذه الطريقة كنحطوا الموس على الخط اللي رسمنا وكنجيو نازلين مع داك الخط. بعد نحيدو بقايا الشعر اللي يكون زائد. نمشطو الشعر باش الا بقات شي شعرة ما خارجة على السطر حتى هي نحيدوها. دابا نمشيو للجانب الاخر. كيف قلت لكم المسكة كتغير، يعني كنخدمو بالمسكة الثانية وكنجيو نازلين. وماشي بالضرورة غادي فاش نخدمو يعني غادي يجيو مقادين هاد الاخر كيف يعني جاوني يجيو مشابهة. خصنا نرجعو ضروري مور الزبون باش نشوفو الجانب اللي خصو يتعدل واللي خصو يولي يشبه الجانب الاخر.
هادو العملية اللي كيديرها الصبع ديال التمديد او التجبيد، ضروري من هذيك العملية حيت كتساعدنا باش داك الجلد، حيت اغلبية كيجرح الزبون تما، ولا يعني ضروري ديك العملية ديال باش تجبد الجلد او تمدد الجلد بديك الطريقة ديال داك الصبع، يعني ضروري خصو حتى هو يدي الدور ديالو. هنا كيف كتشاهدوا بديت من التحت وغادي نجي طالع الفوق، يعني العكس تاع اللي قلت لكم قبيله. يعني كاين طرق بزاف كلها الطريقه اللي كيستعملها، يعني بنادم باش ما يبقاش منحصر غير في طريقه واحده. انتما تشوفوا دابا طالع انا من التحت وغنجي طالع الفوق بهذه الطريقه. يعني كاين طرق بزاف ديال الطاساج ديال الجوانب، يعني كنحاولوا نعطيكم جميع الطرق اللي كنستعملوا باش نتوما اللي لقى راحتو في شي طريقه هذاك هو. دابا كتشوفوا الصورة راه كتعلق على راسها، يعني بلا ما نكتروا الحديث ولا، راه الفيديو واضح كيبين الطريقة بكل وضوح كي كنديرو نخدمو سواء الجوانب سواء التوردوراي او وراء الاذن، كلشي راه واضح. بزاف اللي كيغفلوا هاد القضيه ديال الشعر وراء الاذن، راه ضروري تا هو باش تطلع الحسنه ناضيه، ضروري انك تنزل الاذن تضغط عليها وتطراسي داك الشعر اللي من موراها. هادشي من مرات راه الماكينه ما كتوصلش ليه، سواء تكون تستخدم بالواحد ولا بالجوج، ما غاديش توصل لك مزيان لديك المنطقه. الوغ ضروري تطراسيها بالموس في ديك المنطقه باش تجي مزيانه. غنفقط بعض الرتوشات على الجبهه او مقدمه الراس. الجانب الاخر عاوتاني نقوم بنفس العمليه مره اخرى. نطراسيو الجبهه وبعد ذلك نطراسيو الجانب. فاش تلاحظوا ان الحسنه فاش نطراسيوها انها تعطي واحد الجماليه، يعني واخا الزبون يكون داز سيمانه على انه حلق الراس ويرجع عندك دير ليه غير توردوراي، راه غادي ديك الحسنه تولي تبان بحال يلا ندارت في ساعتها، يعني يلا عاد جديده. فقط الان بعد الرتوشات الحلاقه واحد الخط بسيط تما لي سامبل باش نفرقوا الشعر. هذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. الان نمروا للموديل الثالث. كتشوفوا غادي نقوموا بالطراساج كيف قلت لكم ديال مؤخرة الراس، نبداو من الوسط ونجيو للجناب
يعني نفس الطريقة اللي شرحتها في الفيديو الأول والفيديو، أو في الموديل الأول والموديل الثاني، نفس الطريقة مع الموديل الثالث. ونفس الطريقة اللي غادي تبقاو تشاهدوها يعني في الفيديوهات ديالي غادي نبقى نستعملها، يعني نشرح كل توردوراي. يعني في الحلقة ديال الحلاقة غيكون في نفس الحلقة يكون الشرح ديال التوردوراي، يعني فاش نبغي نخدم التوردوراي حتى هي نشرحوها ان شاء الله. كيف كتشوفوا من فوق ونجي هابط يعني مع نفس الخط. نمشيو للجانب الاخر نفس العملية. كاين جوج مسكات دابا نستخدمو او نستعملو المسكة الزوجة ديال الموس من الفوق ونجيو نازلين، حيت هي كانت الاضاءة بزاف ما بانش لكم التراساج مزيان. نتمنى من هنا حيت الاضاءة شوية خافتة يبان لكم التراساج ديال هاد الجانب. كيف كتشوفوا هانتوما شفتوا الخط ديال التوردوراي كيجي نازل خط واحد، يعني ما فيه لا اعوجاج لا والو، كيجي خط واحد. وكيف شرحت لكم يعني فاش تقوم بالدراسة ديال التوردوراي ضروري ما ترجع من ورا الزبون، ترجع للور وتجي اون فاس ليه باش تشوف الدراساج ديالك واش مقاد ولا خصك تقوم بالتعديل ديالو. الان نمروا للموديل الرابع نفس الطريقه كيف قلت لكم، مع ان هذا الزبون يعني ما عندوش بزاف لي بات الشعر في لي بات، ولكن غادي نحاولوا توا نطراسيو ليه السيوفا او الفي ما يعرف بالفي. نفس العمليه من التحت ونجي طالع الفوق. شوفوا ما ندخلش بزاف يعني في الجوانب، فقط باش يجي داك الشكل تمايا نصف دائري او يجي دائري داك الشكل. ودابا غنقلب الموس وغادي ننزل من الفوق باش نحيد داك الشعر اللي خارج. كيف كتشوفوا هانتوما كتشوفوا دابا في الزوم واحد الشعر اللي راه تما خارج، نحاولوا نطراسيوه خط يعني ينزل خط عاوتاني من الجوانب، نقلبوا الموس ونحيدوا داك الشعر اللي زايد. وكيف قلت في اول فيديو كل واحد الطريقه ديالو، يعني كل واحد كيف كيخدم هذا الفي او عمليه التراساج ديال الفي. كنذكركم اخواني بلي القناه راها فلاشيت وراها نازله بزاف، ما كرهش منكم تدعمونا سواء ببارطاج ديال لي فيديو، ما تبخلوش لينا ببارطاج كيف حنا كنبذلوا مجهود وكنحاولوا اننا نقدموا لكم واحد الفيديوهات اللي تعليميه واللي القيمه ديالها زوينه ومفيده. نتوما ما تبخلوش علينا بالدعم ديال. وهنا كيف كتشوفوا ركزوا مزيان على هذه الطريقه، حيت باش تضغطوا على الاذن وتجبد الجلد الفوق وتراسي يعني من وراء الاذن ديال الزبون ديالك. هذه الطريقه راه ضروريه ديرها للزبون ديالك باش تراسي ليه الشعر من وراء الاذن. الان كيف كتشوفوا نمروا للجانب الاخر نفس العمليه ديال التراساج ديال السيوفه، اللي هي الحلاقه اللي راه اليوم تقريبا لامود، وهي اللي كيطلبوها بزاف الصنف ديال الشباب، زبائن من الصنف الشباب كيطلبوا هاد الحلاقه. تشوفوا كنبدا من التحت ونجي طالع للفوق، يعني عكس اللي كنت شرحت لكم في الاول، وبجوجهم طرق يعني اللي بجوجهم مفيدين وبجوجهم يعني اللي تقدر تستعملهم مع الزبائن ديالك. ضروري انك تنظف الشعر باش تبان لك التراساج ديالك ويبان لك المنطقه ديال العمل ديالك. والان نفس العمليه فيما كان الشعر الزائد نقوموا الازاله ديالو.
ثم نوليو نركزو على الرسم ديال السيوفا، مع انني قلت لكم ان الزبون ما كيتوفرش على الشعر في شعر كتير، يعني في في الجوانب ديالو، يعني من جهة الاذن ديالو. والان نفس العمليه ديال الطراساج، باش نطراسيو من وراء الاذن ضروري داك الصبع الكبير ننزلو به الاذن، وباقي اليد نطلعو بها نجبدو او نمدو بها الجلد باش يجينا طراساج زوين وسهل، يعني بهذه الطريقه. كيف كتشوفوا كتجي تقريبا نفس دائريه، او لا توردوري هي هذيك. ومن بعد نقلبوا الموس في هذا الجانب، لان الناس بزاف كيلقاو صعوبه ديال هذا الجانب. كيف كتشوفوا كنحط الموس في نفس مستوى داك الخط اللي رسمته في الاول، وكنجي نازل معاه، وما كندخلش بزاف في لا توردوراي باش ما نسببش يعني للزبون في التشويه ديال التوردوراي ديالو. نحاول غير في الجوانب ديال التوردوراي. كتشوفوا يعني ما كنجرحش الزبون بهذه الطريقه. الان غادي نرجعوا الطراساج بالطوندوز. كيف كتشوفوا يعني الموس او الشفره ديال الماكينه ما خصهاش تكون ماضيه بزاف، يعني زيرو نقصوا ليه شويه ديال الدرجه ديالو بهذه الطريقه. نتوما شفتوا نقصوا ليه الدرجه باش ما نجرحوش الزبون. ومن بعد نقوموا بالطراساج ديال التوردوراي ديالو، حيت كاين الشعر اللي ضروري دير ليه الماكينه عاد تطراسيه بالموس. كتشاهدوا الان عدلنا جودة الكاميرا باش كانت مضبة شوية. الان نفس العملية كتشوف غير الجوانب، ما نحاولش ندخل بزاف في التوردوراي باش ما نعيبش، حيت بزاف اللي كيديروا يرتكبوا هذا الخطأ كيدخلوا بزاف في التوردوراي كيجي معيب بزاف. يعني نحاول فقط الشعر فين واصل نطراسيه، يعني ما ندخلش بزاف، ما نقومش برسم جديد، يعني انا نقوم بالرسم الجديد ديال التوردوراي. يعني التوردوراي راه خلق يعني من عند الله، كتجي مطراسيه، وكيبقاو غير دوك الجوانب فقط اللي زايدين. نقومو حنا بالازاله ديال داك الشعر فقط الزائد باش تبقى التوردوراي مرسومه بوحدها. دابا فقط نشوف واش خص ندير شي اضافه وشي تعديل، ولا فقط غتكون مريقله ان شاء الله. كتشوفوا فقط في الماكينه ممكن تستعمل، خاصه الاطفال الصغار يعني اللي ما نستعملوا لهمش الموس، ممكن فقط نستعملوا لهم الماكينه. هاد الجانب نزيدو نقوموا بالطراساج ديالو. واش يجي مشابه للجانب الاخر من الشعر. والان نستعملوا يعني شفرة الحلاقة في تحديد باش يولي الطراساج يبان احسن واحسن، يعني احسن من الموس من الماكينه بوحدها. ولكن قلت لكم بالنسبه للاطفال الصغار، الاولاد اللي ما كيتجاوزش العمر ديالهم 10 سنين او حتى 12 او 13 سنه، من الاحسن تراسي ليهم غير بالماكينه فقط. حاول انك الماكينه ما تكونش حاده بزاف باش ما تجرحهمش. كتشوف الان نفس المسكه، كنحط الموس ديالي على الخط وكنجي نازل، يعني نفس العمليه. فقط نقوم بإزالة إذا كان شي شعر زائد فقط. كتلاحظوا فقط نقوم بإزالة الشعر الزائد. نمشيو للجانب الآخر نفس العملية، طاساج ديال الأسفل، ثم بعد ذلك نخدمو الجانب ديالنا.
بهذه الطريقة. قوموا بإزالة الآن الشعر الزائد، وبعد ذلك نرجعوا وراء الزبون ونقوموا نشوفوا الطراساج ديالنا كيف عامل، واش راه مزيان واش ما راهش مزيان. والآن بعد ما انتهينا نمشيو للجوانب باش نطراسيو الجوانب ديال الزبون. كيف كتلاحظوا في هذا الفيديو ركزت لكم فقط على السيوفا، حيت هما اللي راهم لا مود في هذا الوقت، هما اللي عليهم الطلب بزاف، وهما اللي نتوما طلبتوهم بزاف الاخوان، هما اللي طلبتوا الجوانب السيوفا بزاف اللي طلبوهم. يعني الجوانب عاديين راه ساهلين فاش في الخدمه ديالهم، ولكن جوانب ديال السيوفا هما اللي راهم اليوم الوقت، وهما اللي راهم لا مود. فقط نفس العمليه تتكرر. الان نجيو نازلين من الفوق ونحيدو داك الشعر اللي زايد من الفوق. وبعد ذلك غادي نمشيو نمشطو الشعر، فيما كانت شي شعره خارجه على السطر نحاولوا الازاله ديالها. ضروري عمليه تمشط، يعني ضروري المشطه تكون في يدك فاش تكون تخدم توردوراي. المشطه ضروري تكون في اليد ديالك وانت خدام. غنمشيو وراء الاذن، نطاسيو داك الشعر وراء الاذن باش يجي السطر داير تما. نفس العملية الآن غادي نجيو من ورا الودن، نقومو بتجبيد الشعر أو تمديد الشعر باش تجينا عملية التراساج سهلة. كيف كتشوفوا فقط بجوج صباع نقدروا نقوموا بهذه العملية. المهم تختلف الطرق والنتيجة إن شاء الله تكون واحدة، فقط إزالة الشعر الزائد من التور الدوري ديالنا. هانتوما تشوفوا النتيجة. أنا غادي نمشيو للجانب الآخر ونفس العملية ديال التراساج. الآن كيف كتشوفوا نفس العملية عاوتاني نتراسي من تحت ونجي طالع الفوق. نحاول فقط إزالة الشعر الزائد. كما كانت شي شعرة زائدة نحاول نحيدها باش يجي التراساج زوين، ونركز انه يجيو التراساجات بجوج متشابهين، يعني جوانب بجوج مشابهين. كيف قلت ضروري تمامي يركز على هاد القضية ديال يجيو جوانب يعني متشابهين. ضروري ترجع من ورا الزبون وتشوف ورا المراية العبارات ديال الجوانب ديالك، الفرق بينهم وبين العين، القنوت شحال كاين بينهم وبين الحاجب ديال العين. ضروري من هاد العملية الاخوان، وضروري كيف قلت تراسي عاوتاني ما وراء الاذن، داك الخط اللي يجي الشعر اللي مور الودنين ضروري تا هو تحيدو باش التراساج ديالك يجي زوين. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون فاتكم ولو القليل القليل ان شاء الله، ويعجبكم هذا الفيديو. وما تبخلوش علينا الى عجبكم الضغط على زر الاعجاب، كذلك الضغط على زر الاشتراك الا كنت تشاهد القناه ديالي لاول مره. اشترك بالقناه ديالي وفعل زر الجرس باش توصل بكل الفيديوهات ان شاء الله اللي غادي تكون مستقبلا. كيف قلت لكم بغينا نزيدو نطلعوا لاشين، ما كرهناش نوصلوا 100,000 ابوني، لكن احنا غاديين شويه بشويه وبالمساعده ديالكم والفضل ديالكم القناه لا تزال مستمره في نشر الفيديوهات التعليميه باذن الله. كنشكركم بزاف.